اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم ارحم والدي وعمي وابن عمي وجميع موتاي وموتاكم وجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وعافيهم واعف عنهم. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال واسكنهم فسيح جنتك جنات النعيم. اللهم امين. اهلا وسهلا بحضراتكم في القناه، انا اسمي اسراء. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. شكرا جدا لحضراتكم وعلى كلامكم الطيب الجميل، شكرا جدا. من قلبي ليكم. شكرا لاستاذه ام نور الهدى اللي بتنبهني دايما على معصم الايد. انا ان شاء الله بامر الله، انا والله لسه بس ما روحتش اي محل. انا عارفه ان الموضوع انا مضايقني، بس انا بحاول بقدر الامكان لو في حاجه ظهرت من ايدي او حاجه بحط عليها ايموشن علشان خاطر يداريها. بس الموضوع بيبقى عارفه اللي هو ايه، مع السرعه بتاعه الفيديو فبيبقى الموضوع شويه صعب. فاهمه قصدي؟ عارفه ان مش مبرر ابدا، بس ان شاء الله بامر الله اول ما هنزل اروح محل للطرح هجيب واحد. خلينا ندخل في تفاصيل الفيديو ده بقى. كان اليوم بتاع الاوردر انه يخرج فيه تجهيزات اللهم صل على النبي. الشعرية دي كنت محمصاها من بالليل في سمنة أو زبدة جنة، ريحتها حلوة جدا وطعمها في الأكل خرافي. زبدة جنة وشوية زيت، خلطت ده على دوت. وطبعا الخضار كنا مجهزينه من قبليها بيوم. دي بقى الفراخ كانت بدأت ان هي تدخل الفرن علشان خاطر تتشوي. كانت عايزة اقول لكم قلب ريحة العمارة كلها والله العظيم، بجد كانت ريحتها جبارة. دي صينية كانت عندي، كنا مشغلين بوتاجاز فوق وتحت، وهتشوفوا الكارثة اللي حصلت. يعني هتشوفوا منظر الشقة بعد ما خلصت. يعني خليكوا كده مركزين معايا في الفيديو وهتشوفوا شكل الشقة حقيقي. انا اليوم ده تعبت فيه جدا والله العظيم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. مش زعلانة ابدا والله، انا كنت فرحانة ومبسوطة وبعمل الحاجة بحب وبكل رضا كده، لاني طبعا ما فيش حد بيقول للرزق لا ولا بيبقى ساخط او ناقم عليه. اللي بيرفض النعم ربنا بيزولها من وشه. اللهم لك الحمد، ربنا يجعلنا دايما من الشاكرين الحامدين يا رب العالمين. اللهم امين. دي بقى الفراخ كانت بتتعمل وانا قلت اجهز الشوك والمعالق في قلب المنديل كده، عشان طبعا اللي يفتح يكون شايف الحاجة. المنديل يبقى في الايد والشوكة والمعلقة علشان خاطر الاكل ده. الرز كان زوجي بيعمله طبعا، اللهم بارك الكمية، الله اكبر الله اكبر. يعتبر حلتين من الحلة الكبيرة ديت او يمكن حلتين ونص. دي بقى شكل الفراخ لما اتشوت، شايفين شكلها؟ طبعا كل حاجة كانت سخنة. اللهم لك الحمد، لاني كانت مطلوبة ان الحاجة تيجي سخنة، فحاولنا بقدر الامكان ان الحاجة تفضل سخنة. دي بقى شكلها كانت ريحتها جبارة. والله قعدت اقول له اللي هو انت جوعتني على الريحة. ان هي ما شاء الله احنا صاحيين بقى من بدري، من الساعة 8 الصبح. كان المفروض حتى نصحى من الساعة 5 الفجر، بس كنا تعبانين وكل حاجة كده كده كانت جاهزة. فقلنا خلاص خلينا نصحى الساعة 8 كويس حلو في اللطيف يعني، ونبدأ ان احنا نجهز. كده بقى خلاص كده الحاجة جهزت. دي طبعا العلب اللي كنت مورياها لحضراتكم، وقعدنا بقى انا وزوجي كده ايدينا بايدين بعض. انا جيت احط بصراحه الرز، لقيت الطبق عشان لسه سخن جدا. هو ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يحفظه يا رب ويكفيه شر شغله. متعود على الحاجات دي، فبقى هو يغرف بالطبق بالمعلقه هي الخشب مع الطبق، بس لقى ان الموضوع لا بالمعلقه احسن، قصدي بالطبق احسن. فبدأ انه يغرف بالطبق على طول. مش عايزين كمان، اليوم ده كان ساقع، فمش عايزين الحاجة تبرد وعايزينها تفضل سخنة، وفي نفس الوقت ننجز ونطلع الحاجة سخنة زي ما مطلوبة، ومش عايزين نقصر في أي حاجة. بقيت أحط المخلل على ما هو يجيب الفراخ من جوه، كانت كده كده جاهزة زي ما هي يعني سخنة. فهو دخل يجيب الطبق علشان أحط الفراخ وأحط التورلي. احنا كنا عاملين تورلي، كان مطلوب الوجبة رز بالشعرية ومخلل وتورلي وفراخ مشوية مسحب. كان مطلوب ان المخلل يبقى جنب الفراخ، مش محطوط في علبة لوحدها. يعني انا اقترحت ان نجيب علب اللي هي زي بتاعة الطحينة وكده، فزوجي قال لي لا، هو طلب ان
اللهم صل على النبي، ان المخلل يبقى في نفس العلبة بتاعة الوجبة. بس ده كده كان شكل الوجبة. كانت اللهم بارك بألف هنا وشفا يا رب للي كان فيه نصيب ليه وكل. ألف هنا وشفا عليهم. كانت اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. الحاجة كانت جميلة جدا وطلعت زي ما كنا متمنيين اهي. بصوا اللهم بارك. الوجبة كان شكلها لذيذ. الفراخ كانت مستوية اللهم بارك، لان دي طبعا اكتر حاجة المفروض بتتعمل على فحم على شواية. احنا طبعا عاملينها في الفرن وعلى البوتاجاز من فوق، فاللهم لك الحمد كانت مستوية على التكة على الشعراية. اللهم لك الحمد. طبعا جنبي منديل لو حاجة من العلبة اتعملت. عايزة اقول لكم المشروع ده حلو جدا. ابدأوا اعملوا مثلا لو صفحات على الفيسبوك، انت قاعدة على الفيسبوك ابدأي اعملي صفحة على الفيسبوك واقترحي الاكلات ديت الوجبات ديت. خلي مثلا تبقى الوجبة لعزومة اللي مش عارف ايه الحاجات دي. هتلاقي ان انت قاعدة في البيت. ابدأ ان انت اعملي الكلام دوت. اعملي اعلانات لنفسك. انا يمكن كنت منزله الناس اللي متابعاني على الفيس وعلى اليوتيوب كنت منزله بوست من بدري ان اللي عايز اكلات جاهزه او وجبات او الكلام ده كله في البيت. انا اقترحت، لان طبعا الشغل مش عيب، عمر ما كان الشغل عيب. العيب ان انا افضل قاعده واقول منين، او افضل قاعده واقول ده معيش، او افضل قاعده وحاطه ايدي على خدي. هو ده العيب، او ان انا مدي ايدي لحد. لا، انا طالما اللهم لك الحمد عندي القدره اشتغل اعمل اي حاجه. عندي فكره اقترحها طالما بالحلال وكل حاجه تمام. اللهم لك الحمد. دي بقى كانت الوجبات الحمد لله اللي طلعت اللي خلصت. وديت كنت واقفه على التورته. بصوا انا عايزه اوريكم بس شكل الشقه بعد ما الاوردر خرج. بصوا دي اول حاجه. بصوا الارض. بصوا تعالوا بقى لأسوأ حاجه ممكن تشوفوها في حياتكم، اقسم بالله. بصوا انا مش عايزه حد يشمئز، بس دي كده عينه. بصوا شايفين المطبخ عامل ازاي. بصوا البوتاجاز. انا المطبخ كله حرفيا في الحوض. بصوا بصوا الارض. يعني احنا هنعمل مع بعض المطبخ مع بعض. نستعين بالله خير معين ونتوكل عليه. صبحتي خلصت كده. اللهم لك الحمد. شايفين الفرق قبل وبعد؟ ندخل بقى للمعركة الكبيرة. طبعا انتوا شفتوا المطبخ. بصوا استنى على الشقة بالله هعمله وارجع لكم تاني. بصراحة المواعين ما كانش ينفع ابدا ان انا اغسلها على الحوض، فخدتها جنبي كده. قعدت بقى في الطرقة واغسل وارمي. واللهم لك الحمد اللهم لك الحمد على كل حاجة في حياتنا. دي بقى الشقة كانت خلاص الحمد لله، خلصت كل حاجة ونضفت كل حاجة. ما تنسوش اللايك الكتير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. مع السلامة.